السلام عليكم. إذا كنت أنت فقير وراح تتزوج، اسمع هذا الشيخ واش هو يقول. ماتش اشرب قهوه وروح لداركم. ما نمدلكش بنتي بلا سكنه والله ما اديها. كاش المداهنه في هذه الامور. انا نقول لكم زوج حاجات، اللي ما يخدمش واللي ماشي عنده سكنه ما تمدولوش بنتكم. سمعت مليح، أنت فقير وما عندكش سكنة ما تتزوجش، قعد هكذاك. قال لك أنا بنتي ما نمديهالكش تسكن مع داركم انايا في شومبرا واحدة. بصح لازم نروحوا للفار نشوفوا واش كان يقول من قبل. كاع زوجونا ومالينا وها كاع بدينا هاك. انا واحد عطاني باب الله يرحمه غرفه زحمتو فيها باش من بعد ربي يكتب. وبالمناسبه سمعوها مني ونشروا هذا الكلام، انصح كل انسان انه يتزوج مع ماليه الا حب ينجح في زواجه، عكس واش راكم فاهمين. علاه؟ لانه يا شباب ضربوا لنا الاسره. سبحان الله سبحان الله، انت سكنت عند باباك ربي يرحمه، زوجك هو وسكنك عنده، عطاك شومبرا وجبت بنت الناس عادي. بصح انت لا، انت بناتك فوق راسهم ريشه ما يروحوش يسكنوا عند الناس. سبحان الله. هي المسكن هذا حق، يعني حق، يعني لازم تشرطه ماشي مشكل، ولكن الطريقه تاعك فيه نوع من التكبر، نوع من يعني التعالي على الناس. تشكون خليها عندك انت وامثالك. انت لا حتتزوج وتتلاقى براجل كيما هذا ويهضر معك هذا الكلام، اخرج اخرج اخرج، ما تقولوش مي السلام سلام وما تقولهالوش، خرج من الدار هذيك. لانه هذا الناس ما يستاهلوش انك يعني انت تصاهرهم، تكون نسيبهم حين يتعبوك من بعد، لانه هذو الناس ماديين. سبحان الله. تتلقى إمام في عوض يشجع الشباب على الزواج ويسر لهم الأمر ويهضر مع الآباء، يقول لهم عاونوا الناس، أنت لاباس بيك يجيك واحد معليش إذا عندك سكنة زايد أعطيها له يسكن فيها، معليش عاونوا الكرا إلى آخره. لا يقول لك ما تتزوجش. هذو من الناس اللي جاو يشوفوا واحد المسلسل في رمضان، هذيك اللي وسمها زينب، ياك نورمالمون وسمها زينب. هذو من الناس اللي يشوفوا بسبة هذو الأشخاص اللي يكثروا أمثال بن زينب وجماعتها، يخرجوا راح يديروا علاقات في الحرام. هذا تشجيع يعني واضح للزنا والعلاقات الغير شرعية. انت إمام راك تشجع في هذه الأمور، في عوض انك انت يعني الشباب هذوما يعني على بالنا بلي اغلب الائمه كانوا ساكنين في وظيفه العمومي والجالا ديالو سوسيال، عطاو لكم لا ديالو سوسيال، حتى وين شبت 70 سنه باش عطاوك سوسيال ولا ديال، وين بها زعما؟ على هذا التكبر والتعالي. عاون الشباب، عاونهم، عاونوا سهلوا الامور. خليها بنتك خليها تسكن في دار يعني دار كبيره وراه المشكل، من بعد ربي يفتح عليها. يا اخي نتوما في المساجد تقولوا يا اخي بعد الزواج ربي يفتح عليك، وراه هذا الكلام، ولا كيتلحق لنا لبناتك انت لا هذا الكلام تنحيه. علاه راكم عايشين في هذا التناقض؟ يعني حتى ولاو الشباب ولاو يشكوا فيكم هكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم.